السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناتي انا وتركاتي. وحشتوني قوي قوي قوي، بقالي فترة طويلة ما عملتش معاكم فيديوهات، ونازله لكم النهاردة بالهريسة بطريقة بسيطة جدا جدا جدا. يا ريت تشوفوا الفيديو للاخر وتشوفوا الهريسة دي وطعمها الجميل، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. انا جبت كيلو فلفل احمر، طبعا حار جدا، وقطعته بطريقة جميلة بسيطة. بس طبعا انا ملبستش اي حاجة في ايدي، طبعا دي كانت غلطة، انا نسيت فعلا، وكان يوم صعب جدا جدا جدا. انا دلوقتي بنضفها، بشتري الحتة الخضرة دي وبنضفها من الفلفل اللي جوه، اللي هو البذور دي، وبعدين بقطعها بفرمها في المفرمة. طبعا في ناس بتحب الاكل دايما يبقى حار، انا من الناس دي، بحب جدا جدا الاكلات بتاعتي تبقى حاره مشطشطه. فالهريسه دي هتبقى معاكم في كل الاكلات، في المشويات، في الخضار، في صينيه البطاطس، في البتنجان، في الحاجات اللي زي دي، في المخللات كلها، في المشويات عامه يعني. هي تساعدكم كتير جدا 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 في الاكلات. انا دلوقتي قطعت الفلفل وبدأت افرمه، وبعد كده هحط عليه في حدود 7 فصوص ثوم. طبعا هما جايين كمية كبيرة باينين يعني، بس انا قاسمة الفص الثوم على 2، تقشر معايا بطريقة سهلة يعني. وبعد كده فرمت الثوم مع الفلفل بالطريقة دي. بعد كده بعد ما هفرمه هبدأ اصفيه من المية بتاعته. طبعا المية بتاعته دي يعني مشطشطة جدا، فمش برميها، برضو بستعملها برضو في حاجات، وخاصة بقى في الكشري بتبقى جميلة جدا جدا. في الشطة اللي انا بعملها للكشري بتبقى حارة كده وطعمها باين. بعد ما بصفي المية بتاعته خالص ابدأ احطه بقى طبعا في اي عبوة او في اي بولة، وانزل عليه بالملح. انا بحط الكيلو الفلفل ده معلقتين ملح. طبعا هو مش بيبان يعني، لما نيجي نطبخ مش بيبان الملح خالص يعني، مبيبقاش حادق ولا حاجه، بيبقى ملح مظبوط. وبحط عليه كميه زيت، بحط الزيت يغطي الفلفل، يغطي الوش بتاعه. وبحفظها في برطمانات في التلاجة، ولو عندي كميه كبيره معانا في الفريزر مش بيجرى لها اي حاجه، واللي بستعمله بحطه في التلاجة عادي، بيبقى قدامك كده. طبعا احنا لو حبينا نقلي بيض بحط على البيض، بيبقى جميل. دايما محطوط قدام الاكل اللي انا باكل منه او الاكل اللي انا بطبخه، بيبقى جميل جدا جدا. طريقة بسيطة وسهلة، يا رب تعجبكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني فيديو جديد، واقول لكم باي باي.